السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ معكم أحمد حكيم، وأول حلقة لينا في 2023 على السينما 4 دي، وإن شاء الله معانا التطبيق ده هنطبقه باستخدام الفيرتكس ماب. طيب هنعمل التطبيق ده مع بعض. طبعا هنستخدم الفيرتكس ماب والإمكانيات الرهيبة اللي في الفيرجن بتاع 2023، ممكن تعمل بيها شغل كتير جدا. خلينا نشوف تطبيق النهارده ممكن نعمله ازاي. طيب انا هنزل ديسك وهقول له ان بي عشان اشوف الفيرتكس بتاعتي، واروح على الاتريبيوتس بتاعه الديسك وهقول له خلي السيجمنتس زودها لي كده شويه، وزود لي الروتيشن سيجمنتس بالشكل ده، وهضغط سي عشان احولها لايديت بولي، وهقول له انا عايز اعمل فيرتكس ماب. فيرتكس ماب انا ممكن اروح كده على الفيرتكس، طبعا الفيرتكس كانت هنا في الاول، في الفيرجن ده اتنقل مكانها كده، فهروح على الفيرتكس ومش هختار حاجه، مش هختار اي فيرتكس، وهروح على سيلكت وهقول له اديني فيرتكس ويت، وهيقول لي هيديني الاوبشنز دي، هيقول لي الفاليو انت عايزها من 0 لحد 100%، فانا هقول له خليها 0 والمود سيت، وهقول له اوكي، فهتتحط لي هنا الفيرتكس ماب. ببساطه انت بتتحرك بين القيم من 0 ل 100. 0 هيدي لك باللون الاحمر، 100 باللون الاصفر، وبتتحرك ما بين القيمتين دول. بتقدر تتحكم فيها مثلا بالديفورمرز او يعني تقدر تتحكم فيها، وبتدي لك شغل وامكانيات تحكمات رهيبه جدا. يعني الابلكيشن اللي هنعمله النهارده ده حاجه بسيطه، وان شاء الله في الحلقات الجايه هحاول اقدم لكم حاجات يعني تكون ادفانسد شويه باستخدام الفيرتكس ماب. طيب بعد ما ضفنا الفيرتكس ماب كده، انا هنزل في الاتريبيوتس بتاعتها وهقول له يوز فيلد، استخدم لي فيلد، فهيظهر لي التاب بتاع الفيلد هنا، وفي الديفولت اللي هو الفريز فيلد، فانا هقول له انا عايز اضيف فيلد تاني. طيب لو بصينا طبعا للتطبيق هتلاقي الفقاقيع دي ممكن تتعمل بالبارتيكلز، فاحنا هنروح على السيميوليشن وهنقول له عايزين ايميتر، وهينزل لي الايميتر كده، وهقول له اعمل لي روتيشن 90 درجه كده، واطلع بيه لفوق شويه، وهعمل بلاي، هشوف البارتيكلز نازله بالشكل ده. طيب انا هروح هنا على الفيرتكس ماب بتاعتي وهقول له اسحب لي الاميتر ده، خليه هنا، وهيظهر لي التو اوبشنز دول، هقول له لا ده بارتيكل اوبجكت معايا، وهرجع كده هدوس بلاي، لسه مفيش حاجه معايا اشتغلت. طيب الاول احنا عايزين نعمل دول الفريز والاميتر دول هنخليهم ماكسيمم، وهتبدا الدنيا تظهر معايا بالشكل ده. طيب هي ظهرت معايا بالشكل ده، بس لسه ما عملتش حاجه، يعني دي مجرد زي حاجه شبه الفول او زي رسم كده، لكن مفيش حفر فعلي على الاوبجكت بتاعنا، او مفيش فقاقيه فعليه. فالكلام ده عايزين نعمله بيه حاجه من الديفورمرز اللي هو الديسبليسر، فاروح هنا على الديفورمرز وهروح على الديسبليسر، وهضغط شيفت عشان ينزل لي تحت الاوبجكت بتاعي تحت الديسك على طول، وهروح على الديسبليسر كده اقول له تعالى كده في الفيلدز والشيدنج دول، يعني دول اللي هتحكم في كل حاجه تقريبا منهم. فاروح على الفيلدز كده وهقول له هات لي، فاروح على الفيلدز كده وهقول له هات لي الفيرتكس ماب دي هنا. طيب ابص كده لسه مفيش اي افكت معايا، محتاج ان انا اروح على الشيدنج، ومن الشيدنج هقول له انا عايز الشيدر بتاعي ايه. ممكن طبعا احط له اي حاجه من الحاجات بتاعتنا، يعني لو الحاجات مثلا السيرفيسز دي بحاول تحط له بريكس كلاود ايرث فاير اي حاجه، وكل حاجه بتدي لك افكت، يعني بتدي لك الحفر مثلا وبيتعمل له انيميشن بشكل جميل جدا. فاحنا ممكن يطلع معانا النتيجه بتاعتنا اللي شفناها الكالر والفيوجن اللي هي دي برضو. فخلينا كده نجرب الكالر، هنبص كده نلاقي الفقاقيع بدات تعمل ديسبيسمنت او حفر فعلي في الجسم بتاعنا. بص كده هتلاقي الدنيا بتنزل معاك كده. طبعا بتتحكم بقى دلوقتي، يعني انا ممكن اخفي الاميتر خالص، والبارتيكلز بتاعته التأثير بتاعها بيظهر معاك بالشكل ده. انا طبعا ممكن اتحكم بقى في الاميتر، مثلا يطلع لي بقى كام براحتي هنا، يعني ازود عدد الفقاقيع اللي نازله دي، اقول له مثلا 20 في 20، وهقول له بلاي، هلاحظ ان عددها زاد. برضو ممكن اتحكم في السرعه اللي بتتحرك فيها او في القطر بتاعها، الكلام ده كله ممكن اتحكم فيه. لو رحت على الفيرتكس ماب كده ورحت على الاميتر، وعندي هنا اللاير ممكن اتحكم في الراديوس بتاع اللي هي الحاجات اللي ظاهره معايا. يعني هنا يمكن الفيرتكس ماب وضحت، يعني باين الاصفر هو اللي عليه الافكت والاحمر هو اللي معلوش افكت،
فبتقدر تتحكم هنا مثلا في قطر الحاجه معاك، وتقدر تروح هنا على البارتيكل وتتحكم عندك في السبيد. يعني عندك هنا السبيد مثلا بدل ما هي 150 كده، يعني لو شايف ان الحركه سريعه شويه ممكن نقول له خلي السبيد دي مثلا خليها 100. هتبص هتلاقي الدنيا أبطأ معاك. وطبعا الكلام ده تقدر تتحكم برضو هل الفقاعة دي تطلع لفوق ولا تحفر لتحت من خلال الديسبليسر. ديسبليسر كده لو رحت على الاوبجكت نفسه تقدر تتحكم في الهايت. يعني هنا لو زودت مثلا طبعا ممكن يطلع معاك لحد ما يطلع جبال. يعني بص ممكن كده تلاقي البارتيكلز بتطلع معاك زي جبال، ودي طبعا ليها افكار كتير ممكن تستخدمها برضو في شغل الانيميشن، في شغل الويفز مثلا قطرات ميه بتنزل هنا الكلام ده كله. ممكن بعد ما اغير الهايت اقدر اتحكم هنا برضو في السترينث القوه بتاعتي سواء بالموجب او بالسلب لو انا عايز الحفر لتحت زي كده. وطبعا لو ضغطت في اي حته فاضيه انا هشوف كده، لو ضغطت ان سي هشوف كده الافكت بتاعي. خلينا كده نرجع على الديسبليسر وهقول له تعالى كده خليها بالموجب زي ما احنا عاملين التطبيق بتاعنا. وطبعا لو جيت كده رحت حاطط له مثلا، يعني لو عايزين نكمل الاوبجكت بتاعنا وحطيت له سلندر، وخلاص بقى ده التطبيق اللي معانا. تقدر بقى تعمل بيه تطبيقات كتير لو احجار بتنزل في بحيره، مطر بيمطر، حفر جبال بتطلع كده بشكل انيميشن. يعني تقدر تعمل بيه شغل كتير جدا. بس كده يا شباب ده درس النهارده. اتمنى لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس وشير الحلقه مع اي حد مهتم. ان شاء الله في الحلقات الجايه هنتكلم عن حاجات كتير في الفيرجن الجديد من السينما 4 دي، وهنتعمق اكتر في دراسه الفيرتكس ماب بالامكانيات الرهيبه اللي مقدمها لنا. شكرا ليكم، كان معكم احمد حكيم، تحياتي، السلام عليكم.